تعالوا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة هنجيب طبق اللي هو بيتحط على النار. اول حاجة نستخدم كوباية مية ومعلقتين نشا كبار وهندوبهم كويس قوي لحد ما النشا تدوب في المية على البارد الاول، وبعد كده هنرفعها على نار متوسطة مع التقليب المستمر، ما نسيبهاش خالص. هي بالظبط هتاخد معانا دقيقة او دقيقتين هتبدأ تمسك كده. اهم حاجة ما نسيبهاش، نقلبها علشان ما تعملش اي تكتلات، تاخدش وقت خالص على النار. بصوا بقى بعد ما سيبناها على النار مع التقليب بقى سمكها كريمي خالص ومفيهاش اي تكتلات، مظبوطه. هنسيبها بقى على جنب تبرد خالص، اهم حاجه لازم تبرد. بعد ما بردت بقى هنجيب الخلاط، هننزل بالخليط اللي معانا كله. هننزل بقى عليهم بربع كوبايه لبن، معلقه خل، رشه ملح، يعتبر ربع معلقه، منكترش في الملح خالص لان احنا حاطين خل وليمون، و3 فصوص توم، وليمونه تكون صغيره نستخدمها كلها، ليمونه كامله تكون صغيره. هنعصرها كده على الخليط. هنضرب بقى كل الخليط ده في الخلاط، انا بضرب وافصل على طول. فتحت بقى الخلاط من فوق وهستخدم نص كوباية زيت بالتنقيط من فوق كده، دي خطوة مهمة بتخلي التومية معانا كريمي خالص. انا بنقط لها والخلاط شغال، لازم الخلاط يكون شغال وانا بنقط من فوق كده بالزيت. اهم حاجة نستخدم الكوباية اللي استخدمناها في المية هي نفسها اللي استخدمناها للزيت، هي نفسها اللي استخدمناها لكل حاجة، بحيث ان المقادير تكون مظبوطة معانا. يعني ما ينفعش نستخدم كوباية صغيرة للمية وكوباية كبيرة للزيت، لا هي نفس الكوباية عشان المقادير تطلع مظبوطة. بس كده كان سمكها كريمي خالص. ننزلها بقى في اي طبق عندنا وندخلها التلاجة. كانت سمكها كويس اوي ومظبوطة مفيهاش اي غلطة. المهم نمشي المقادير مظبوطة ونستخدم الكوباية لنفس المعيار كله، ما نغيرش الكوباية. بجد دي انجح طريقة للتومية، جربوها تحبوها.